شكرا جزيلا وصفقة عالية يا ريت. حبيب ام قديله ضايعه وجميله، الف ليله وليله حب وغرام. هي حلوه هي جنها مزهريه، اصلها عربيه ودار السلام. وكل العراق كل العراق
شيوخ عالي يسمك الجبالي كاكا تمام والوساط قريبه والغربية حبيبه والفرح نجيبه باسم العراق كل العراق كل العراق كل العراق كل العراق. اليد العاملة في هذه الإنتاج المحلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفين بي؟ رؤى قجوري من بغداد. ست رؤى، ممكن تشرحين على هذين الآلات؟ نشتغل احنا كله دائما عمل يدوي. انا واختي متعاونين دائما. هي تشتغل شغله الاكسسوارات من يساور جلايد واذا خرز او خيوط هيجي، وانا شغله كروشيه شموع. ودخلنا هسه شغله جديده انه نشتغل على الخشب بالمسامير والخيوط، وبدينا ندرب شوي شوي على الرسم على الزجاج. ست رؤى، هذا نشوف هسه احنا عمل يدوي ونلقى انتاجه من برا، يا المرغوب هذا والانتاج البرا؟
هو يعني هو العمل اليدوي واحنا داخل خصوصا داخل العراق، يعني هو اكيد هو دخل هسه خصوصا ليش دخل؟ بعدم وظائف ماكو، المعيشه الماديه يعني ضعيفه صارت، فالانسان الناس قاموا يشتغلون اكثر شيء هذا العمل اليدوي شلون نقول توفير للعيش وهذا. بالاضافه الى انه حسب بقى اذواق الناس ترغب للخارج اكثر او ترغب للمحلي، بس هو اذا انت تجي اذا شغل يدوي هو الافضل، يعني انت راح تختار حسب مثلا الخيوط اللي تريدها، الشكل اللي تريده، الاسم اللي تريده وهكذا. هسه هذا الشيء بسيط يعني، بس اكيد شيء متعب. اي طبعا، لان مثلا انت راح تشتغل يعني حسب الزبون مثلا شنو بالضبط يريد، او بالاضافه يبقى الى ترتيبك انت شنو، مثلا عندك الحروف هذه واحد، الخرز، الخيوط، فانت كلها راح تقعد تشتغلها جزء جزء الى ان يطلع عندك شيء مرتب، وهاي طبعا يبقى حسب الشخص اللي يشتغل نفسه. اكو مرات شغل احتمال تشوف شكله بس ما يعجبك، ومقابل الشخص الثاني يشتغل بس راح يضيف جماليه، راح يظهر لك شكل احلى بعد. هذا السوار اللي بيدك ايش قد وقته وايش قد ثمنه او هو متعب؟ هذا يعني الوقت ما حسب الممارسه، طبعا راح يقل عندك الوقت انت بالعمل، ياخذ يعني تقريبا يعني نقول 10 دقائق ربع ساعه. هذا كليته سعره على 3. اشوفه شيء جميل هو وعاش ايدك، بس سعره يعني مو ملام، متعوب به كلش يعني اكثر. اي هذا شيء اكيد، احنا اللي يقدر الشغل اليدوي يقول سعره قليل، بس يجي المقابل احتمال السعر يعتبره غالي، لان انت تعرف هنا الشغل اليدوي هم ما يعرفون انه من انت تشتغل شغل يدوي على طلبك الخاص انت شنو بالضبط تريد، بس هنا ما عندنا حل تقدير للشغل اليدوي، بس الشخص اللي عنده شلون نقول يعني فد رغبه لهذا الشيء ويحس بجهد المقابل ما راح يقعد يشتغل له جزء جزء وشنو اللي يريده بالضبط. هسه ابسط شيء عندك بالخارج اذا فشي شغل يدوي راح ينحسب كله اسعار غاليه وبالدولار، اذا انت تعرض له ابسط شيء هذا السوار راح اكيد يحسبه يعني يشوفه سعر غالي يحسبه هو، بس اذا تجي هنا هذا يعتبره غالي عليهم، لان هو حسب التقدير المقابل للانسان اللي يجي يشتغل الشغل. الله يوفقك وبارك الله، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. ان شاء الله انا باكر اطلع الصبح الى الموصل لبعض المساعدات، ولهذا انا كنت مستعجل في قلبي. سعيد بان اكون بين هذا الكم الهائل من الشباب والشابات. اتمنى انه هذا الحفل يلاقي نجاح، واتمنى ان يكون احتفالات ان شاء الله. قضيه الطيران بالطائرات الورقيه اعتقد هي حلم كل الاطفال، وباعتباري طيار اعتقد انها صالحه اي طفل اخر. اول شيء مارسته ان اطير او ان استخدم الطائرات الورقيه لتحقيق هذا الشغف. اليوم لما وصلت الى ان اكون طيار حققت الحلم الاكبر، فاتمنى مثل هذه الاحلام تكبر وتزدهر، وان يوصل كل الاطفال الى كل احلامهم، وانا اشد على ايدين الاخوه والاخوات القائمين على هذا المشروع، وطبعا اكيد الشكر لكل الحضور وللاعلاميين، واتمنى لكم امسيه سعيده، واتمنى لكم مهرجان متالق ومهرجانات اخرى اكثر واكثر. شكرا لكم. طبعا كنت اتمنى انه تطير منها تنزل لنا بباراشوت، واتمنى انه توصل لهم انجازاتك او تعلمهم بانجازاتك. اي عددها، شوفوا الانجازات، شوفوا الاعلام. يعني بشكل مبسط انا طيار طائرات سنجل انجن ومالتي انجن، طيار ايضا طائرات بحريه والطائرات اللي من الارض، ايضا طيار طائرات هليكوبتر. وصلت الى حدود الفضاء بالطائره المقاتله ميك 29، وايضا مع ابطال العالم في الاستعراضات الجويه الطائره ايل 39. ايضا انا كابتن بحري وبطل في مجال قفز المظلي. ايضا دخلت موسوعه جينيس 10 مرات. طبعا العراقي الوحيد اللي دخل الى موسوعه جينيس 10 مرات. ايضا انا اول انسان على الاطلاق يقفز فوق اعلى قمه اللي هي قمه ايفرست سنه 2008، واول عربي واول واحد يقفز فوق نقطه محور الدوران اللي هي القطب الشمالي. ايضا شكرا لكم. ايضا اكملت تدريبي في وكاله الفضاء الروسيه روس كوزموس حتى اكون اول رائد فضاء عراقي مؤهل.
أنا أكملت دراستي الأولية في كلية العلوم قسم الكيمياء، والآن عندي الماجستير في جامعة سيدني في أستراليا. شكرا لك. طبعا والإنجازات تطول، بس إن شاء الله أنتم تلحقون عليه. انت ما مخلي شيء ما مسوي استاذ. المرة الجاية راح ياخذنا وياه ان شاء الله ونشي تسوي. شكرا جزيلا. شكرا لك. نلتقي مع الكابتن المظلي والبطل في موسوعة جينيس. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام حبيبي. استاذ عرفنا بنفسك. كابتن فريد لفة، طيار وأول رائد فضاء عراقي مؤهل مستقبلي، والسيرة الذاتية مالتي طويلة، أتمنى أنه تبحثون عنها في مراحل في محركات البحث بالإنترنت. استاذ آخر قفزة إلك. أنا بطلت قبل صار لي كثير، يعني قبل سنة أو أكثر، بس هسه أشتغل على الإنجازات اللي هي موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية وفي العمل الإنساني. استاذ الاعلام ظالمك يمكن هواي نصور، لان هسه يلا التقينا بيك وعرفنا شخصيتك. أنا شاكر لكم، وأتمنى أنه الإعلام مو فقط يسلط الضوء عليه، وإنما يسلط الضوء على كل منجز وعلى كل إبداع في العراق. اشكرك استاذ، توفيق. شكرا لك، شكرا لك، أتمنى لك التوفيق.